أهلا بكم من جديد. تناقص عدد الموافقات على طلبات زواج السعودي من أجنبية خلال العام الميلادي المنصرم 2009 مقارنة بفارق نحو 2000 موافقة عن عام 2008، حيث بلغ عدد طلبات الزواج من أجنبيات خلاله سنة أو 6000 طلب، وتناقص في 2009 إلى 4071 طلب. وكان اجتماع للجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى عقد في وقت سابق لمناقشة مشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي. أكد أن تلك البيانات جاءت بحسب ما هو متوفر لدى وزارة الخارجية، التي أكد مندوبها أن بعض مقدمي طلب الزواج لا يستخدمونه إلا للوجاهة فقط. وأوضحت الدراسة التي عرضت على اللجنة أن هناك دوافع وهمية لطلب الزواج، منها الدافع المادي وكبر السن ومرض الزوجة ووجود قرابة وتحسين النسل والحالة الصحية وتفضيل الزواج من الخارج. ومن الأسباب الأخرى أيضا الوضع الاقتصادي واختلاط الرجل بالمرأة والرؤية وإيجاد مساحة من الحرية بالحديث ومعرفة الطرف الآخر. وعشان نتكلم أكثر عن تراجع طلبات الزواج من الأجنبيات نرحب عبر الهاتف بالدكتورة سميرة الغامدي، الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية. أهلا وسهلا فيك دكتورة سميرة. أهلا، مساء الخير. أول شيء دكتورة سميرة، إيش رأيك في هذه الأرقام؟ يعني انخفاض نسبة الأرقام من عام 2008 ل 2009 تقريبا من 4000 من 6000 إلى 4000، إيش رأيك في هذا التراجع في الأرقام؟ يعني أكيد أنا ما حشكك في الأرقام، ولكن يعني أنا عندي تحفظ بعض الشيء على بعض الأرقام، إنه على أساس المرجعية لها، هل هي في منطقة معينة أو في كل المناطق أو على يعني بالذات المملكة مثلا. ولكن قد يعني إذا كنا قلنا إنه الأرقام دي صحيحة وتراجع الرقم، وهو لأكثر من سبب. الشروط الآن اللي موضوع أو الآلية للزواج من خارج يعني من أجنبية، أعتقد أنها ممكن تكون اختلفت شوية بما يتناسب والأفضل يعني. زائد انه يمكن كمان صار في وعي اكبر في موضوع انه الزواج من داخل او من خارج البلد. يعني فتره طويله كان الشباب كثير يقول لك انه الشاب السعوديه مكلفه، وانه لو تزوج واحده من هنا حتى يكون في عليه مصاريف واشياء زي كذا. فلما صار في وعي اكثر انه في انه ما هي الصوره ما هي بالشكل ده، وفي بنات باوضاع مختلفه، وفي تسيير في موضوع الزواج، اصبح في تراجع شويه عن الطلبات الخارجيه. طيب خلينا دكتور نتكلم عن الاسباب اللي يمكن بتدفع السعودي انه يتزوج من اجنبيه. ايش اهم الاسباب؟ التقرير ذكر او الخبر اللي كان معنا ذكر اسباب كثيره، انت ايش في نظرك الاسباب الرئيسيه؟ هل الاسباب الحقيقيه ولا الاسباب اللي بتنقال؟ الاسباب، خلينا نتكلم عن الاسباب الرئيسيه اللي تدفع الحقيقيه. حقيقه اول شيء خليني اقول انه في كثير يبرر انه سبب. انا مع احترامي، لا يعني انا ما عندي تحفظ انه الشاب يختار الشخص اللي تناسبه بغض النظر هي سعوديه او غير سعوديه، ولكن بصفه عامه انه كثير من الشباب لما يجي يبرر يقول لك انه بدي اتزوج من برا لانه اقل تكلفه، مع احترامي كانه المراه هذه بس مجرد تكلفه ماليه. بعضهم بيقولوا تحسين نسل، بعضهم بيقول انه اسهل في انه ما في مرجعيه، بمعنى انه الشاب لما يجي يطلب من برا ما حيقولوا له انت ابن مين، واذا كان عنده صفيحه صادقه يبغى يغطيها مثلا، كان عامل اشياء غير لائقه ويبغى يغطيها، فموضوع انه يتزوج من خارج البلد ما حيسالوا عن هذه الاشياء كلها. لكن صراحه في اجنده اخرى لبعض الاشخاص، انه كبير في السن يبغى يتزوج بنت صغيره، واحد يبغى يحسن في الاشخاص اللي داخلين لحياته. احيانا كمان انه حيشعر انه ما عليه التزامات كثير، يعني هو لما يتزوج من برا ما هو ملزم يمكن هذا اللي كنت ابغى اسالك عنه دكتوره سميره. يمكن نشوف كثير من ذوي الدخل المحدود يمكن في السعوديه بيتزوج من الخارج، يقول لك اوفر لي، يعني المهر غالي والمصاريف غاليه، فتزوج واحده من برا حترضى يمكن بالقليل، يمكن البنت في السعوديه ما حترضى به. ايش رايك في الكلام ده؟ هذا هو المنظور القديم اللي انا بقول لك انه مو صحيح. كان اللي يبرر اللي يبغى يتزوج واحده من برا يقول لك عشان كذا. بس انت عارف وانا عارفه انه كثير في شابات سعوديات الان هم اهاليهم ذوي دخل محدود وبيقبلوا بحدود معينه، وما عاد في صار الغلاء للمهور في كل البيوت. على فكره ما هي الصوره زي ما احنا شايفينها، في ناس بيرضوا بالستره وبيرضوا بمستوى معينه، ولكن للاسف الشديد اصبحنا نستخدمها كشماعه نعلق عليها تبرير انه احنا نختار شابه من برا. طب اصبح
كثير من الاسر لما تبي تزوج اولادهم اللي يعانوا من اعاقه معينه يقوموا يتجهوا للخارج، مع انه هو ممكن يتزوجوا من شابه من هنا تعاني من نفس الاعاقه مثلا. لكن لا، احنا نرفض انه حتى ابننا لو عنده اعاقه يمكن هذا يزعل ناس كثير لما يلحقوا له. يمكن دكتوره بيقول لك حترضى، يعني حترضى بوضع ابنها، يمكن بتحسوا انه شيء كويس، يعني انه يمكن هذا. كنت ابغى اسالك على موضوع ثاني، ايش اكثر فئه عمريه يمكن انت بحكم عملك في هذه المجالات وكذا، ايش اكثر فئه عمريه بتقبل على الزواج من الخارج من السعوديين؟ اعتقد كبار السن، وهذا اللي المفروض احنا نرفضه داخل وخارج، بمعنى احنا بنرفض زواج القاصرات فما نقبله خارجا. فرجل كبير في السن يتزوج من شابه سنها مره صغيره او طفله صغيره ما بنقبله هنا، وما نقبله كمان يسوي برا. غالبا كبار السن زي ما حضرتك قلت ذوي الدخل المحدود او اللي يعانوا من اعاقات، لانه حتى الاسر وهذه مره مهمه انه اللي اولادهم عندهم اعاقات يرفضوا انه يزوجوا بنات ذوي اعاقات. وهذه مشكله. طب بناتنا فين يروحوا لذوي الاعاقات؟ ما هم من حقهم كمان يبنوا بيت ويبنوا اسره يعني. خلينا نتكلم عن سلبيات الزواج السعودي من أجنبية. هل في سلبيات خصوصا لو كانت عربية، أو الفرق يمكن لو كانت عربية مسلمة أو كانت من ديانات أخرى مثلا، إيش المشاكل اللي ممكن تطلع؟ إيش السلبيات من شيء زي كذا؟ طيب، يعتقد كثير في الأول أستاذ الفاضل إنه موضوع الزواج من الأجنبية إنه بس عندنا في البلد عليه شروط، ولكن في العالم كله عليه شروط. يعني حتى في أمريكا وأوروبا مش بسهولة الواحد يتزوج من خارج الجنسية نفسها. لكن السلبيات كثيرة. خلينا نتكلم عن السلبيات يمكن النفسية أو الاجتماعية اللي ممكن يواجهوها قدام. الفكرية أول شيء، اختلاف الفكر، اختلاف العادات، اختلاف الاتجاهات والتقاليد، الترابط. يعني أنت بتجيب واحدة من برا وتطلب منها إنها تتعايش مع مجتمع ومع تقاليد ومع فكر هي ما تربت فيه طول عمرها. عندك واحد من حلين، يا إنه هذا الشاب يصير جزء منها وجزء من طابعها وطريقتها، يا انها تصير جزء منه ولكن حتكون صوره مستنسخه، لانه ما هي قابله. وهذا نوع احيانا يكون نوع من الاساءه او نوع من العنف، انك بتجبر انسان على انه يعيش بحياه وبطريقه هو ما اعتادها. هذا لو قلنا في اسوء الحالات لو كانت من خارج النطاق العربي. لو كانت من النطاق العربي حتى في هذا الجزء لو ما كان في تهيئ نفسي بيحصل اشكاليه، ولكن ممكن تكون اقل. هذا الجزء الثاني في حالات الانفصال الأطفال بيتأثروا جدا. احنا الحالات الانفصال اللي بتصير بداخل البلد والأطفال بيتعرضوا لإساءة شديدة وإهمال وإساءة نفسية ومشاكل كثير، فما بالك إذا طلقت وحتضطر تترك البلد، وإذا فضلت في البلد كحاضنة فهي ما تحمل الجنسية مثلا، ولو أصروا أهلها إنهم ياخذوها وأولادها هنا قديش حتنحرم منهم وقديش ما حينحرموا منه. هذه مشكلة ثانية. المصاريف، يعتقد البعض انها اقل تكلفه. سيد الفاضل، انت بتتكلم عن امراه من مجتمع اخر ومن بلد اخرى، سفر واجازات وراحات، هذه تكلفه اخرى. اللغه، اذا كان الاطفال يحملوا، اذا كانت الام تحمل لغه مختلفه وما قدرت تتعود على اللغات، الاطفال حيصير عندهم تضارب انه في لغتين. صح، عندهم يمكن بتكون مشاكل في اللهجات كمان، مشاكل يمكن سلبياته يمكن كمان له ايجابيات، بس احنا اليوم مركزين يمكن حيزعلوا مننا يمكن اللي مع الزواج من الخارج. بس خلينا يعني ابغى اسالك دكتوره عن العكس، يعني التضييق اللي بيصير بالنسبه للبنت السعوديه اللي تبغى تتزوج من اجنبي، ايش رايك في الموضوع ده؟ يعني هو في النهايه سواء للرجل او للسيده هو حق، حعيد برضه اقول انه حق، ولكن حيكون نفس الشيء. سواء تزوجت، اذا كانت شابه تزوجت من اجنبي لازم تحط بين عيونها كل الاشياء دي، انها هي ممكن لا سمح الله تطلق وساعتها ممكن تحرم من اولادها. الاسوء في الشابه السعوديه انه اطفالها ما ياخذوا الجنسيه السعوديه. فبالتالي هي تصير عايشه وبتربي اطفال في بلدها لكن هم ما هم سعوديين. وهذا بيعرضهم لكثير من الصعوبات سواء في دراستهم في شغلهم، صح ولا لا؟ لانهم ما هم سعوديين. الثلاثه انه هي لو تضطر انها تعيش عندهم، يعني تعيش في بلد الزوج مثلا، ما حتعيش في السعوديه، فهي حتضطر تغير حياتها تماما وحتعيش بفكر مختلف. أستاذة سميرة عذرا للمقاطعة وأهلا بك معنا. قبل كل شيء دعينا يعني تحدث أنت والزميل سلطان عن السلبيات، عن الآثار النفسية، الآثار الاجتماعية وما إلى ذلك. طيب بالنسبة خلينا شوي إذا نعطي القليل من الأمل للراغبين والراغبات سواء بالنسبة للجنسين للمرأة أو الرجل، يعني مثلا للراغبين في الزواج من أجنبية، ما هي المعايير يعني التي يجب أن تكون في الرجل وكذلك في المرأة الراغبة في الزواج من زوج أجنبي؟
هو على أي أساس يعني يتم الموافقة على الطلبات؟ ما هي الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الرجل مثلا؟ حقول الشروط النفسيه ما لي في الشروط القانونيه. الشروط النفسيه انا اعتقد انه مره مهم يكون عند الطرفين الوعي بكل كل العواقب اللي ممكن تلي هذا الزواج. زي اي زواج لازم نكون واعيين بالاختلاف الفكري للمجتمعين، ونكون مطلعين، يعني يكون في اطلاع كبير. ايش فرق ما بين عادات مجتمعي ومجتمعك؟ ايش فرق بين تقاليدك وتقاليدي؟ لو كان مختلفين في الدين، وهذا بيحصل عند بعض الرجال اللي بيتزوجوا غير مسلمات مثلا مسيحيه او كذا، فهو لازم كمان الى اي مدى في تقبل لهذا الاختلاف الديني، والى اي مدى سيؤثر على ابنائنا. اذا كان الطرفين عندهم وعي بهذه الاختلافات وبيحاولوا يتعاطوا معها وبيعطوها وما يكون عندهم توقعات عاليه من انه الحياه مثاليه وانه قد يتعرضوا لصعوبات وهم مستعدين انهم يتجاوزوها، ليش لا؟ وانا اعتقد انه الان اصبح العالم قريه صغيره. زمان اقول اختلاف كبير في العادات والتقاليد، الان شويه الدنيا يعني اصبح في تقارب اكثر، وممكن الشاب يتجاوز الاشياء دي، ممكن الشاب، ولكن يحتاج يكون عندنا وعي. والاسر سيدتي الفاضله مش بس الشخصين، هم نعم مش بالفعل لوحدهم، يعني نعم. عائلته وعائلتها لازم يكون عندهم وعي بالزائر الغريب اللي حيصير جزء من العائله وكيف يتعاملوا معه. نعم. الدكتورة سميرة الغامدي، أخصائية نفسية وناشطة الحقوقية، حدثتنا مباشرة عبر الهاتف من جدة حول موضوع زواج السعوديين من الأجنبيات. شكرا جزيلا لك.